نشرة الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. القصر الكبير باتت شبه فارغة من السكان وسط عمليات إجلاء مكثفة بسبب الفيضانات، وجهود الإيواء متواصلة، فيما نسبة ملء سد وادي المخازن تجاوزت 156% مع تراجع طفيف لمنسوب وادي اللكوس. وحوض سبو متضرر من الفيضانات أيضا. عملية الإجلاء والإيواء متواصلة هناك، تشمل جماعات بسيدي قاسم وسيدي سليمان. والاضطرابات الجوية كانت بأثر على السفن المحملة بالمواد الطاقية حالت دون إفراغها، ووزارة الانتقال الطاقي تؤكد أن الوضعية بمحطات الوقود متحكم فيها ومستقرة في هذه الظرفية الاستثنائية. نادي الرجاء البيضاوي يسلط الضوء في لقاء تواصلي على أبرز القضايا المرتبطة بالمستويين الرياضي والإداري. أهلا بكم. الفرق الميدانية داخل مدينة القصر الكبير والمناطق المحيطة بها المتضررة من الفيضانات. هذه الفرق تصل الليل بالنهار لإتمام عملية إجلاء السكان ضمانا لسلامتهم. المدينة باتت شبه فارغة، والقلة الباقية من السكان تواصل السلطات طرق منازلهم قصد إجلائهم. كل جهود المتدخلين تتضافر من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي ووقاية مدنية وأمن وطني وسلطات محلية، في وقت تتواصل فيه الأمطار وارتفاع حقينة سد واد المخازن التي بلغت 156%، فيما سجل منسوب واد اللكوس تراجعا جد طفيف. نتابع تطورات الوضع هذا الصباح مع موفدنا إلى المنطقة طارق غانم وفاضل سعدوني. لا اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على المنشأة وتجهيزاتها، تقول إدارة سد وادي المخازن. فالسد سجل منذ فاتح شتنبر الماضي وإلى حدود 4 من فبراير الجاري واردات مائية مهمة بلغت 972.9 مليون متر مكعب، رقم فاق الحجم المعدل السنوي بنسبة 184%. مشهد تفريغ السد ونسبة الملء، تقول ساكنة مناطق جهجوكة وخندق الحمراء القريبة من السد، إنها لم يسبق لها رؤيته بهذا المعدل من المياه. البارحة خويا منعتنا الصراحة الله، أنا واخا بعيد مني تابعين له، حنا نيت خدامين هنا نيت، ولكن أخويا صراحة الله الرعب. هو زايد فوق القانون بزاف بزاف بزاف، يودع الله هو هذا. عمليات التفريغ المتحكم فيها، تقول إدارة سد وادي المخازن، إنها تندرج في إطار تتبع دقيق لحالة المنشأة المائية، حيث تعمل الفرق التقنية بإعداد مخططات التدبير، وذلك لضمان سلامة السد واستمرارية أدائه الوظيفي. سلامة المنشأة تركت الأثر الإيجابي في نفوس الساكنة. أزمة دوعين عمر ماشي كان يخرج الواد بكري، ما كانش غير هادشي هذا. كان كتاب تمسكوا البراج كان يخرج الواد، ما كانش غير هادشي هذا. نهار هذه ليله صافي كيرجع الواد. الواد ما دير هذا بالله كتب سلامة، راه ما جيش شهر دابا واسع حكم الله اللهم لك الحمد. تجري مياه وادي اللكوس لتصل إلى أبعد المناطق بكميات مهمة، في وقت تعمل فيه السلطات المختصة على إجلاء المواطنين وحماية الممتلكات، مع توجيه التحذير والدعوات بالإخلاء بالنسبة للمناطق المحاذية للوادي على غرار القصر الكبير وجماعتي السواكن ولاد شيح والمنطقة الصناعية بالعرائش. طارق غانم موفدنا إلى المنطقة ينضم إلينا مباشرة من هناك، كما ينضم إلينا مباشرة من مكتبنا بالرباط السيد مصطفى العيسات، خبير في مجال البيئة والتنمية المستدامة والمناخ. أهلا بكما. أبدأ معك طارق، هل من مستجدات على الميدان حاليا بخصوص الإجلاء، بخصوص السد ومنسوب النهر؟ كيف هي الأوضاع حاليا بشكل عام؟ مرحبا زهرة. جهود الإغاثة والإجلاء ما تزال متواصلة في مدينة القصر الكبير. جميع المصالح المعنية ترابط في عين المكان من أجل إجلاء ما تبقى من الساكنة. فبحسب ما أكدته لنا السلطات، فقد أن العمليات الإجلاء متواصلة، وخاصة تتركز في جماعتي السواكن وولاد شيح. إلى حدود اللحظة زهرة تم إجلاء
111 ألف شخص على مستوى إقليم العرائش. في العرائش دائما زهرة هناك تقريبا 10 مراكز إيواء، بالإضافة إلى مركز الإيواء الذي أقامته القوات المسلحة الملكية على مستوى مدخل مدينة العرائش، والذي يضم أكثر من 2400 خيمة مجهزة طبعا بالخدمات الطبية والمواد الغذائية وأيضا الأغطية. على مستوى منسوب وادي اللكوس يسجل المنسوب الوادي تراجعا طفيفا هذا الصباح، على اعتبار أنه منذ مساء يوم أمس إلى حدود هذه اللحظة المنطقة تعرف تساقطات مطرية ضعيفة ساهمت في استقرار نسبي للوادي. أما على مستوى سد وادي المخازن الذي نقف أمامه، وكما ترين زهراء ويرى المشاهدون الكرام هناك يعني عملية تفريغ متحكم فيها بالنسبة للسد، حيث أكدت لنا إدارة السد أنه بلغت نسبة الملء به أو تجاوزت نسبة الملء به 156%، حيث يتم إجراء تفريغ متحكم فيه، وحيث بلغ الحجم التراكمي المفرغ حتى منذ فاتح شتنبر الماضي إلى 4 من فبراير الجاري 372.9 مليون متر مكعب. زهرة. سيد مصطفى العيسات، وأنتم خبير في مجال البيئة والتنمية المستدامة والمناخ، حين نقول نسبة 100% هي نسبة الملء الإجمالية، وسد وادي المخازن بلغت بحسب مفادنا أولى هناك إذن نسبة ملء تجاوزت 156%. كيف نفسر أن نسبة ملء سد ما، وهنا سد المخازن، تتجاوز السعة الكاملة بأزيد من 50%؟ وهل هناك من تأثير على بنية أي سد وتجهيزاته في ظل هذه النسبة الكبيرة؟ هي تقنيا السدود عندها نسبة الملء تصل إلى معدل معين ويكون مرسوم في خارطة السد، هي سعة الحمولة. فحينما نتحدث عن 100% هي القيمة المحتملة للتعبئة ديال واردات السد. سد وادي المخازن نموذجا تنتكلم على 100% في حدود 600-700 مليون متر مكعب، لكن عند السد إمكانيات إضافية لاستيعاب كميات أخرى من المياه فوق الطاقة الاستيعابية لأكثر من 500 مليون أو 600 مليون متر مكعب أخرى، الشيء الذي يدعم هذه الواردات المائية التي وصل إليها السد. فيما يخص تأثير هذه الواردات على السد تبقى رهينة بالضغط الذي يتعرض إليه السد من خلال حجم الواردات، لكن العملية متحكم فيها من طرف الأطر التقنية والمهندسين، لأن يتم تفريغ السد تدريجيا لاستيعاب الحمولات القادمة من الوديان، لأن الأمطار الغزيرة التي تتقاطع على المنطقة تتطلب توازن ما بين عملية التفريغ والكميات التي يجب أن يتلقاها السد للحفاظ على منسوب المياه داخل السد في حدوده القصوى. كل هذه الأمور التقنية يراعيها الخبراء حتى لا تتأثر بنية السد، وبالتالي السد معمول لهذا تحمل هذه الكميات المهمة من المياه، وتبقى عملية التفريغ دائما هي تقنية تساهم في الحفاظ على سلامة وأمن السدود. طيب، عملية تفريغ ضرورية حيوية متحكم فيها تأخذ عدة عوامل ذكرتها، تأخذها بعين الاعتبار. طيب، الحمولة الزائدة يحملها النهر ربما إلى المصب، إلى جانب أن الحمولة كانت قياسية، ما هي بنظرك العوامل الأخرى التي ساهمت في جعل هذه الحمولة ربما تملأ الوادي بالكامل وتجعله يفيض ويغمر المدينة بهذا الشكل؟
صحيح، نعرف أن القرى والمدن المجاورة لحوض لوكوس وسد واد المخازن هي تأتي في منخفض، وانسيابية المياه تتأخر حسب وضعية المد والجزر. نعرف بأن هذه الأوقات من الشهر تعرف ارتفاع لمعدل أمواج البحر، وبالتالي تساهم في توقف حركة الأنهار في اتجاه المصب. هذه كلها عوامل تزيد من الضغط على النهر وترفع منسوب مياه الأنهار المجاورة لهذه المدن والقرى، وبالتالي مع عملية تفريغ ملايين الأمطار المكعبة التي تنضاف إلى النهر تساهم في رفع منسوبية المياه. وبالتالي كانت العملية ديال الإخلاء هي عملية استباقية تراهن على السيناريوهات الأسوأ حتى لا تكون هناك ضحايا أو خسائر. وبالتالي نحن دائما تحت السيناريو المتحكم فيه بيئيا وهيدرولوجيا من طرف المسؤولين. كتبقى هناك خسائر على مستوى انجراف التربة، على مستوى المناطق المجاورة القريبة من السدود، وكذلك الأنهار المجاورة في المصب تتأثر بنياتها التحتية، وتتأثر كذلك قطاعات فلاحية واسعة في هذا المناطق المهمة. الحمد لله لحد الساعة لم تكن هناك ضحايا في الأرواح، لم يكن هناك ضحايا في الأرواح الهندسية لجميع بفضل ربما استباقية ومجهودات كبيرة تبذلها السلطات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني وكل المتدخلين. طارق، شهدنا هذه التعبئة الواسعة. الأمطار لا تزال متواصلة، تمت عملية إجلاء الآلاف من السكان، يعني هو شيء استثنائي. كيف يتم يعني إيواؤهم، ظروف عيشهم خلال هذه الفترة؟ السكان الذين تم إجلاؤهم كيف هي ظروفهم حاليا؟ نعم زهرة، على مستوى مدخل مدينة القصر الكبير وعندما نكون في الطريق إليها نجد أمامنا عشرات الحافلات تنتظر الضوء الأخضر من أجل الدخول، حال إبلاغها بضرورة نقل بعض المواطنين حيث يتم نقلهم إلى مدينة العرائش أو مدينة طنجة، الفنيدق، أصيلة، حيث يتم تخصيص مراكز إيواء مجهزة كما قلت بالأغطية والمواد الغذائية والخدمات أيضا الطبية. على مستوى مدينة العرائش هناك عمل ميداني لكافة المصالح على غرار المديرية العامة للأمن الوطني التي تطلع إلى جانب دورها الأمني بوحدتين متنقلتين لإعداد الخبز. أيضا بالنسبة للوقاية المدنية التي تقوم بجولات ميدانية على مستوى المنطقة الصناعية للعرائش، خاصة وأنها محاذية للوادي. أيضا على مستوى التدخلات الميدانية التي تطلع بها القوات المسلحة، خاصة وحدة الهندسة العسكرية التي تستخدم أدوات تقنية متطورة على غرار طائرات الدرون أو القوارب ذات القاع المسطح من أجل الدخول إلى الأماكن البعيدة. كما قلت زهرة، فعمل ميداني دؤوب وجهود مضنية تؤكد الالتزام لكافة المصالح من أجل ضمان سلامة المواطنين وحماية الأرواح وحماية الممتلكات العامة والخاصة. زهرة. طيب سيد مصطفى العيسات، في ظل ما نعيشه من تغيرات مناخية وظواهر قصوى على رأسها الفيضانات، وبالنظر لطبيعة المنطقة ربما يجب التفكير في حلول عميقة واستباقية. ما الذي يمكن عمله في القادم من السنوات، يعني بعد تجاوز هذه الفترة الاستثنائية؟ بعد ذلك حلول استباقية ربما، ما الذي يمكن عمله بالنسبة للقصر الكبير وربما للمناطق التي تعيش نفس الوضع؟ نعم، نحن ندفع ضريبة العدالة المناخية،
وعدم التزام الدول الكبرى باتفاقية باريس للمناخ المتعلقة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حدود 2030 إلى نصف الاحترار اللي على المستوى العالمي. درجة حرارة الأرض ارتفعت بنسبة 2 درجة، وبالتالي اليوم نعيش هذه القساوة المناخية. الحمد لله هذا التمرين خرجت منه مؤسسات الدولة بعمل احترافي كبير في تدبير هذه الكارثة على مستوى الإجلاء، على مستوى إنقاذ العالقين في المناطق التي غمرتها المياه، كذلك على مستوى إعداد اللوجستيك، لأنه يتطلب هذا الأمر دعم الساكنة من أجل صمودها في مواجهة هذه الكوارث الطبيعية. وبالتالي اليوم علينا أن نسرع. خارطة الطريق عندنا موجودة في الاستراتيجية الحكيمة لجلالة الملك المتمثلة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب والسقي، الذي يروم إلى 4 محاور أساسية، هي تعزيز بناء السدود. وخطاب جلالة الملك الأخير قد أعطى تعليماته للتركيز على المناطق الشمالية اللي فيها الوفرة المائية، وبالتالي مجموعة من السدود الكبرى إذا أنجزت في حدود 2027-2030 ستمكننا مستقبلا من الحد من هذه الفيضانات، إضافة إلى السدود التلية والسدود الصغرى ستساهم كذلك في إنقاذ هذا المحور من الفيضانات، كما حقق ذلك سد الوحدة لمنطقة الغرب. سياسة الربط المائي لأخذ هذه المياه الوفرة إلى المناطق اللي فيها الندرة المائية كمناطق الوسط. حوض أم ربيع يحتاج اليوم إلى هذه المياه اللي كتمشي اليوم إلى البحر عن طريق الربط بطرق السيارة المائية، نموذج الربط حوض أبي القراق بسابو. كذلك تعزيز سياسة الإنذار المبكر بتقنيات حديثة تستغل الذكاء شكرا الصناعي لك سيد مصطفى العيسات. تجميع المعلومات عن طريق الأقمار الصناعية وتتبع هذه الظواهر الطبيعية شكرا لك سيد مصطفى العيسات، الوقت يداهمنا. شكرا لك على هذه التوضيحات، الخبير في مجال البيئة والتنمية المستدامة والمناخ، كنت مباشرة معنا من الرباط. شكرا لك طارق غانم، مفادنا إلى القصر الكبير. ننتقل اللحظة إلى مناطق حوض السبو المتضررة، هي الأخرى من الفيضانات، ومع ارتفاع منسوب نهر السبو وأيضا ورغة تتواصل عمليات التدخل الميداني لإجلاء الساكنة من المناطق المهددة بالفيضانات. جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم تشهد إجلاء كلي للساكنة مع تعبئة شاملة لمختلف المصالح لضمان سلامة المواطنين وتوفير ظروف إيواء لائقة للمتضررين. روبورتاج محمد بوبكر يوسف لطفي، تحرير أسامة أفقر. السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي ومختلف المتدخلين يواصلون عمليات إجلاء الأسر من الدواوير القريبة من مجرى وادي سبو بجماعة الحوافات وعدد من الجماعات المجاورة. تدخلات ميدانية متسارعة لنقل السكان إلى مناطق آمنة باستعمال الزوارق ووسائل لوجستيكية مختلفة هو سباق مع الزمن لتفادي أي مخاطر محتملة وحماية الأرواح. اللهم لك الحمد من اللي اعتقنا، اللهم لك وخا ما دخل الديور واعتقنا احنا، اللهم لك الحمد. الحمد لله، وتنطلبوا ربي يكون منكم نتوما ويحفظ جلالة الملك وينصروا. الله يرحمكم الوالدين كاملين، وقفتوا معنا وهاد نفسك كيف تيهبطوا معنا في الماء، شحال من خاطر الباطيره تتوقف وتينزلوا مساكن وسط الماء تيعوموا كيدفعوا بينا. الله يجعل سيدي ربي يكون معاهم، الله يجعل ربي يشافيهم من وليداتهم. شكرا. دخل علي الود ضرب لي شي 2 متر ديال المحل، جمع لي مع الاوراق، جمع لي كل شيء. عندي رونديفو ديال الفتيح جادو نهار الاثنين خصني نمشي نفتح، ومن تما وانا كنعاني وانا كنقاسي حتى اليوم عاد كتاب باش نقدوني جابوني، الله يخلف عليهم الله يكثر خيرهم. وبموازاة مع ذلك جرى إعداد مخيمات مؤقتة لاستقبال المتضررين، حيث تم تجهيز فضاءات الإيواء بكل المستلزمات الضرورية من أغطية وأفرشة ومواد غذائية، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية الأساس، في خطوة تروم ضمان شروط العيش الكريم وتخفيف وطأة هذه الظروف الاستثنائية على الأسر التي اضطرت لمغادرة منازلها. السلطات المحلية والإقليمية اتخذت اللازم من خلال تحضير مجموعة من مراكز الإيواء. رجال السلطة وعلى رأسهم عامل إقليم سيدي قاسم
اللي بطبيعه الحال داير واحد المجهود جبار من خلال يعني تعتمد على عمليه التواصل عن قرب. الان السلطات كما قلت وجدت مجموعه من المراكز على مستوى الجامعات المتضرره وعلى مستوى جامعه سيدي قاسم. هنا في سيدي قاسم كاينه 3 ديال المراكز الايواء. هذه التعبئة الشاملة تعكس انخراطا جماعيا لمختلف السلطات الإقليمية والمحلية بسيدي قاسم إلى جانب فعاليات المجتمع المدني الذين يسهرون على تتبع الوضع لحظة بلحظة وتنسيق الجهود للتدخل السريع وتقديم الدعم اللازم. مجهودات متواصلة تؤكد أن حماية الساكنة تظل أولوية قصوى إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها. وفي نفس المنطقة بمدينة سيدي سليمان التي يحيط بها واد سبو وواد ورغة وكلاهما ارتفع منسوبهما باشرت وحدة القوات المسلحة الملكية بتنسيق مع السلطات المحلية إخلاء المناطق المعرضة لخطر الفيضانات. ولمزيد من المعطيات عن الوضع هناك ينضم إلينا موفدنا إلى المنطقة محمد بوبكر. أهلا بك محمد، ما الجديد على الميدان بخصوص ظروف إجلاء الساكنة وبخصوص منسوب النهرين وأيضا الأجواء حاليا في سيدي سليمان تحديدا وفي إقليم سيدي قاسم عموما؟ زهرة، ما يزال الوضع بإقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم يتسم باستمرار حالة الاستنفار في ظل غياب أي تراجع ملحوظ في منسوب المياه بعدد من المحاور، خاصة بالمناطق القروية من مجاري الأودية بإقليم سيدي قاسم. يعني لاحظنا أنه تتواصل يعني عملية الإنقاذ والإغاثة على مستوى عدد من جماعات الإقليم. وهنا اللحظة نتواجد على مستوى ملعب الشهيد العقيد عبد القادر علام بمدينة سيدي قاسم. بعد لحظات من الآن من المرتقب أن تحط هنا مروحية تابعة للدركة الملكية على متنها عدد من الأشخاص القاطنين بجماعة الحوافات تم إجلاؤهم استعانة بمروحية بعدما تعذر الوصول إليهم باستعمال الزوارق إثر غمر مياه وادي سبو لمنازلهم. وطبعا ففرق الدركة الملكي والقوات المسلحة الملكية قامت أمس كذلك بعمليات مماثلة على مستوى هذا الإقليم همت إجلاء عدد من الأشخاص استعانة بالمروحيات. وطبعا الحصيلة تبقى أكثر ثقلا مقارنة بسيدي سليمان، فالأرقام تشير على مستوى هذا الإقليم إلى إجلاء أزيد من 11,600 شخص إلى حدود مساء أمس. وجهود الإنقاذ والإغاثة ما تزال متواصلة، وهناك عدد من الإجراءات الاستباقية في عدد من النقاط من بينها الشروع ومنذ يوم أمس كما ذكرت زهرة في إخلاء جماعة الحوافات، وهذه العملية ما تزال متواصلة إلى الآن. أما فيما يخص المعطيات المحينة بإقليم سيدي سليمان فليلة أمس تم التدخل على مستوى قرية الحسناوي بجماعة ولاد حسين بمروحية كذلك تابعة للدركة الملكي من أجل إجلاء 11 شخصا إضافيا في ظل استمرار انقطاع عدد من المسالك الطرقية على مستوى بعض جماعات إقليم سيدي سليمان. والجهات المختصة تواصل تدخلاتها الميدانية للوصول إلى الأسر المتضررة أو المحاصرة، خاصة بجماعتي عامر الشمالية وأولاد حسين أساسا. فوفق المعطيات المحاينة كذلك المتوفرة التي توصلنا بها صباح اليوم، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى حدود هذه الساعة بإقليم سيدي سليمان أزيد من 4300 شخص تم إيواؤهم بعدد من مراكز الاستقبال التي جرى تجهيزها لهذا الغرض. زهرة، شكرا لك محمد بوبكر، كنت مباشرة معنا من سيدي سليمان. جهود مكثفة إذن واستثنائية إلى حدود يوم أمس. معطيات وزارة الداخلية أفادت بأن عمليات إجلاء السكان بالجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات أسفرت عن نقل وإجلاء ما مجموعه 143,164 شخصا موزعين على عدد من الأقاليم ضمن تدخلات وقائية هدفها حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين. عمليات الإجلاء شملت إقليم العرائش أي مدينة القصر الكبير، وهناك تم إجلاء 11 أو 110,941 شخص. تم إجلاء نحو 17,000 بإقليم القنيطرة و11,696 شخص بإقليم سيدي سليمان، وعملية الإجلاء لا تزال متواصلة.
والقادم من الساعات يحمل مزيدا من الأمطار. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تساقطات مطرية رعدية مع احتمال تساقط برد وهبوب رياح عاصفية محليا قوية بالعديد من المناطق بين تلك المتضررة من الفيضانات. تفاصيل النشرة الإنذارية مع حسن بن رابح. لن يشهد طقس المملكة أي تغيرات كبيرة بالمقارنة مع يوم أمس. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يتوقع تسجيل تساقطات مطرية رعدية قوية تتراوح ما بين 60 و 90 ملم مع احتمال تساقط برد بالأقاليم التالية: شفشاون، تطوان، العرائش، الحسيمة وتازا. تحليل الخرائط الجوية حسب المديرية يفيد بتوقع تسجيل تساقطات تتراوح بين 40 و 60 ملم بإقليمي تونات ووزان، فضلا عن تسجيل تساقطات مطرية تتراوح بين 30 و 40 ملم بأقاليم القنيطرة، صفرو، فاس، سيدي قاسم، بني ملال، مكناس، طنجة، الصيلة، المضيق، الفنيدق، مولاي يعقوب، الفحص، أنجرة، إفران، خنيفرة، الخميسات وسيدي سليمان. وقد تمتد هذه التساقطات حتى الساعة 11 من مساء اليوم. المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أيضا في النشرة الإنذارية تسجيل هبوب رياح عاصفية محليا قوية تتراوح سرعتها بين 75 و 85 كم في الساعة في مجموعة من أقاليم المملكة، وذلك من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 من مساء اليوم. الوضعية في الأقاليم والمناطق التي تشهد فيضانات هي أولوية على مجلس الحكومة الذي انعقد أمس، وفي أعقابه أكد مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه على إثر هذه الفيضانات لم تسجل أي خسائر في الأرواح. بيتاس تطرق أيضا للوضعية المائية. نستمع للناطق الرسمي باسم الحكومة. لم يتم في علاقة مع موضوع هذه الفيضانات اللي احنا باش ما نمشيوش لشي حاجة واحدة أخرى، في موضوع الفيضانات لم يتم تسجيل إلى حدود هذه الساعة أي ضحايا. هناك متابعة دقيقة لمختلف التطورات. انتقل معدل ملء السدود من 31.1% في 12 دجنبر من 12 دجنبر الماضي إلى 64.15 بحجم مخزون مالي بلغ 10.75 مليارات متر مكعب. هي ظرفية مناخية استثنائية ينخرط في جهود الإغاثة والإجلاء ودعم المتضررين منها المجتمع المدني، مكوناته متواجدة على الميدان بتنسيق مع السلطات المحلية. تساهم جمعيات المجتمع المدني في توفير المؤونة والأغطية ومآوي لاستقبال المتضررين الذين تم إجلاؤهم. لمزيد من التوضيحات ستنضم إلينا على الهواء بعد قليل بالنظر لمشكل تقني نواجه حاليا. ستنضم إلينا من طنجة الفاعلة الجمعوية نوال الفلالي، ستحدثنا عن دور المجتمع المدني في جهود الإغاثة. والاضطرابات الجوية التي تشهدها أجواء المملكة هي بأثر على نشاط بعض موانئ البلاد، مما حال دون تفريغ بعض السفن المحملة بالمواد الطاقية بما فيها المواد البترولية. وبخصوص وضعية محطات الوقود، تؤكد وزارة الانتقال الطاقي أن الوضعية الحالية متحكم فيها ومستقرة مع تواصل التنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع من أجل تأمين التزويد في هذه الظرفية الاستثنائية. عن الوضع في محطات الوقود بالدار البيضاء هذا الصباح نموذجا نتابع روبورتاج عبد الفتاح موان. هكذا يبدو المشهد هذا الصباح، ملء الخزان بالكامل تحسبا لنفاذ المخزون داخل محطات التزود بالوقود. المحطات الثلاثة التي زرنا هذا الصباح يبدو الوضع طبيعيا والإقبال عاديا، وليس هناك ما يحيي أننا في وضع غير معتاد. رانا دابا لا وقفنا ونشوفوا ان شاء الله شنو هي ردة الفعل ديالهم اللي غتكون. الحمد لله كيبان داكشي كاين، يقدر يكون ما كاينش في البلايص اللي وصلوا من الماء. نتمنوا الخير لهذوك الناس والله الله يفرج علينا، والحمد لله بهذا الشيء اللي طاحت. تخوف سمعته البارح
البارح سمعت بان هذا الاسبوع غادي يكون شي مشكل في الغازوال ولا غيكون قليل ولا هذا هو السبب علاش جيت دابا كنعمر في الكاميو. لا لقى شي مشكل من هنا للويكان ما لقاش المازوط ولا شي حاجه، ولقى مشكل لاندي ما لقاش باش نتحرك. وزارة الانتقال الطاقي في بلاغ طمأنت المواطنين أن المخزون من الوقود متوفر وكميات أخرى احتياطية في الطريق لدخول المغرب، حيث يصل المخزون اليوم ل 617 ألف طن، وأن أكثر من مليون طن تنتظر فقط تحسن الأحوال الجوية لتفريغها. كما كيدعوا الناس أن كاين الغاب شي ستوك وما كاين والو من داك الشيء، حنا خدامين ما عرفتش ما كاين حتى شي حاجة. وقت ما جا الناس الكليان كيجي تسربه في الصباح في الليل، وقت ما جا 24 ساعه على 24 ساعه. كنت كتحس انه كان شي تخوف عند الناس هاد اليومين؟ لا ما كاينش حسيت بواحد التخوف شويه ولكن الناس كيديروا البلان وهادو، ولكن ما الحمد لله الامور غادا مضبوطه. الملاحظ كذلك أن الثمن لم يطرأ عليه أي تغيير، والوزارة عملت على تنزيل خلية يقظة على مستوى الوزارة لتتبع وضعية العرض للتفاعل الفوري مع كل مستجد لتأمين السوق بهذه المواد الحيوية. نعود اللحظة لموضوع الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في جهود إغاثة ودعم المتضررين من الفيضانات، وتنضم إلينا مباشرة على الهواء من طنجة السيدة نوال الفلالي الناشطة الجمعوية. أهلا بك سيدتي، أنتم منخرطون في الجهود المبذولة. أهلا، متواجدون على الميدان. ما الذي تقدمونه عمليا كمجتمع مدني للمتضررين من الفيضانات؟ اول حاجه شكرا لكم بزاف على تتبعكم معنا وتتبع خصوصا دور المجتمع المدني. اول مرحله كانت عندنا هي مرحله التحسيس، لان كان عندنا صعوبه في طبعا ما نفعله دائما بتنسيق تام وشامل مع سلطات اي منطقه تندخلوا لها، خصوصا القصر الكبير اللي كان عندنا الدور الاولي هو التحسيس بخطوره الامر، بخطوره ان فيضانات كاينه في المنطقه، وربما وكانت الغايه هي انه لحد تجد ضحايا ديال الارواح. مرحله اولى اللي كانت تحت دورنا كجمعيه يلا نتعاونوا توفير الوسائل النقل بالمجان للمواطنين، وبعد ذلك حاليا حنا في المرحله ديال ايواء الناس، مرحله ديال اعداد المساعدات لا الغذائيه لا الملابس، لان الناس خرجت صراحه خرجت يعني طويله بدون حتى شي حاجه في يديها. بعض العائلات حتى الوراق ديالهم المهمه خلاتها. فهذا هو دورنا حاليا كمجتمع مدني، انه بتنسيق تام وشامل مع سلطات ولايه طنجه اللي حنا كاين هذا المركز هذا فحال كتشوفوا تبارك الله خيرة ربي اللي كتوصل، وايضا تمثيل المجتمع المدني الصحيح اللي كاين في ارض الواقع، اللي كيعبر على قوه التضامن ديال المواطن المغربي في جميع الازمات اللي كاينه. تشتغلون اذا كما قلت بتنسيق تام مع السلطات المحليه بالمدن المتضررة وحتى بالمدن التي تستقبل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. كيف يتم ذلك؟ من هم المتدخلون الذين تتعاونون معهم حتى تمضي هذه العملية التي هي عملية كبيرة حتى تمضي في ظروف جيدة؟ أول حاجة حنايا حاليا دايرين أرقام هواتف اللي كنتوصلوا أول حاجة بالنداءات ديال الناس، دي حاجه الاولى. طبعا ماشي اي واحد كيتصل بنا الا غادي نعطيوه مباشره، ولكن بحال كنقول تنسيقنا التام والشامل كيكون مع ولايه طنجه مثلا، اللي كنحاولوا نوصلوا هاد النداءات لهم، وفي نفس الوقت لديهم في مراكز الايواء، لديهم ايضا في الدواوير اللي حاليا ربما مازال ما وصلش لها هذيك حده الخطوره ديال الفيضانات، ولكن كتكون مقطوعه الطريق، يعني المؤونه ما تقدرش توصل لها.
يعني هاد الكتله ديال ولا هاد التضامن ولا هاد التنسيقيه هي اللي كنخلي الامر يدوز بسلاسه. وفي نفس الوقت حاليا بحال اللي كتشوفوا هنايا في هذا المقر، وايضا نتوصل بنداءات ملي كان هنايا سوغ بلاص ملي كنكونوا هنايا. فاحنا الغايه ديالنا اننا نوجدوا قوائم ديال الناس ونتاكدوا من ان هاد الناس فعلا تستحق، وهاد الناس فعلا مضرورين من الفيضانات، يا القصر الكبير يا مناطق اخرى باذن الله اللي غنمشيو. اذا المجتمع المدني منخرط، انتم مثال لذلك. ايضا هناك ربما مبادرات فرديه من مواطنين، الكل مجند. هل لامستم مثل هذه المبادرات الفرديه من طرف مواطنين؟ حاليا المغربي بأصله معروف بحبه الخاه المغربي، معروف بأنه في وقت الحزة ديما تتلقى الشخص فاتح دار وفاتح عاطي اللي عنده كيتقاسم. الناس والله العظيم يا أستاذ عطاو ديور ما شاء الله كيفاش عاملين لخوتهم المغاربة، يعني فتحوا لأن تبارك الله العدد الأسر اللي جا، خصوصا أنا كنهضر على مدينة طنجة ومن غير مدينة طنجة أيضا. الناس عيطوا لنا من مدن أخرى فاتحين الديور ديالهم للناس، يعني هذا في حد ذاته واحد الرمزية رائعة على الطبقيه اللي دارت لاجلاء الناس حفاظا على روحهم. تبارك الله خطى اللي كانت رائعه اللي دارها سيدنا الله. نشاهد مثل هذه المبادرات المواطنه طبعا في كل ازمه وفي كل يعني فتره تستلزم هذا التكافل والتضامن من المغاربه والذي عهد فيهم. شكرا جزيلا لك السيده نوال الفيلالي الناشطه الجمعويه، كنت مباشره معنا من مدينة طنجة. الله يبارك فيكم. تتواصل إذن هذه الحالة الجوية المضطربة التي تشهدها المملكة، حالة ماطرة، أجواء باردة، وبعد 40 يوما مضت انتهت فترة ما يعرف بالليالي الباردة أو ما يعرف بالليالي الكبرى، ودخلت منذ بداية فبراير فترة ما يعرف بالمنزلة أو هي الليالي الصغرى. هي فترة تتسم بالجو الدافئ وانتعاش الفلاحة وبداية موسم جيد، خصوصا حين يتميز الفصل بتساقطات مطرية غزيرة. نموذج من منطقة ولاد سعيد نواحي سطات في روبورتاج محمد ماقري، تحرير جيهان دولالي. خليناك بحال الجمعة بالأيام، حنا بغيناك بحال الجمعة بالأيام، بحال سعد سعود في المنازل، بحال سعد سعود في المنازل، بحال 27 في رمضان. هكذا يؤرخون السنة عبر التقويم الفلاحي أو ظاهرة ما يعرف بالمنازل. 50 يوما في فصل الشتاء هي فترات مقسمة يعتمد من خلالها الفلاحون على أغذية معينة. الماكلة يقول فيها السمن المالح والرفيسة والحلبة والعدس والدجاج البلدي، وملي تدخل الليالي يحطوا لك السمن كوري، والسمن اللي جمعتيه في الليالي من الحيرة في الدواء تخرج الليالي بعد من السمن. شوية ديال البصارة، شوية ديال العدس، كل شيء هذاك الشيء هو كيسخن في هذا البرد. هي جغرافيا مناخية وثقافة شعبية مميزة، وحسب الروايات التراثية منزلة سعد السعود تعكس الموسم الفلاحي لكل سنة، خصوصا عندما يكون فصل الشتاء ماطرا وتدب الحياة في الأرض. حديث على المنازل ما يمكنش حنا لا جينيراسيون ديالنا تهضر عليه الا ما كانوا هاد الشياب اللي هما حافظين داك الشيء وموثقينه وحافظينه على جدودهم، وبالتالي هذا تراث شفهي يجب توثيقه، وخصنا يعني بنادم يكتب هذا الشيء ويخرج في كتوبه. سعد السعود هي إذن مرحلة تعلن عن اقتراب نهاية البرد القارس وبداية الأجواء الدافئة، فيصعد الماء من الجذور إلى الأغصان وتبتسم الأرض وتزهر الحقول. ونختم النشر بالشأن الرياضي ضمن نهج التواصل والانفتاح على محيطه الإعلامي. نادي الرجاء الرياضي يعقد لقاء تواصليا مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، خصص لتسليط الضوء على أبرز القضايا المرتبطة بمستقبل النادي على المستويين الرياضي والإداري. روبورتاج أنس فوبار، إسماعيل الركبي، تحرير أسماء سلوان. اليوم في هذا اللقاء
من أكاديمية الرجاء الرياضي عقد النادي الأخضر ندوة صحفية شاملة تناولت مجموعة من النقاط الأساسية، شملت الانتدابات، الوضع المالي والإداري، إضافة إلى الرؤية المستقبلية للفريق وطموحاته الرياضية. ما يخص الشركة بحال اللي عرفتوا في هذه القاعة نهار 2 غشت تم التوقيع مع بورت فور امباكت لا فونداسيون ديال مخصة. اليوم يمكن لي نقول لكم بأن رجاء اس ا تفعلت وخدامه بصفه منتظمه. الحمد لله الميركاتو داز في اجواء رائعه. كنظن جبنا 7 اللعابه في الصيف وكنا 9 اللعابه في الصيف و7 دابا هي 16. هذا كيورينا بان كانت كان واحد الخصاص كثير. وعلى الصعيد الرياضي يضع الرجاء نصب عينيه المنافسة على لقب البطولة الوطنية واحتلال المركز الثاني الذي يؤهله إلى دوري أبطال إفريقيا انسجاما مع مكانته التاريخية وطموحات جماهيره. نحن كطاقم تقني سعداء جدا بما حققناه إلى غاية اليوم. بالطبع مع توالي المباريات سيتحسن أداء الفريق، القادم أفضل. كما قدمت إدارة النادي توضيحات حول الوضع المالي والإداري، مؤكدة استمرار مشروع تطوير الأكاديمية وبرنامج التكوين الذي يهدف إلى صناعة الأجيال الصاعدة. الأمور تسير بشكل جيد. مع مرور الوقت اللاعبون الجدد سينسجمون مع المجموعة. أنا سعيد بالعمل الذي يقوم به المدرب من أجل الفريق. خلصت الندوة إلى أن الرجاء يواصل خطواته بثبات نحو تحقيق أهدافه الرياضية والمؤسساتية، مستندا إلى حصيلة إيجابية خلال أول 9 مباريات من الموسم، ما يعكس استقرار الفريق وتماسكه على جميع الأصعدة. في ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها. القصر الكبير شبه فارغة من سكانها وسط عملية إجلاء مكثفة بسبب الفيضانات وجهود الإيواء متواصلة، فيما نسبة ملء سد المخازن تجاوزت 156% مع تراجع طفيف لمنسوب وادي اللكوس. حوض سبو المتضرر من الفيضانات أيضا عمليات الإجلاء والإيواء متواصلة على مستوى تشمل جماعات بسيدي قاسم وسيدي سليمان. والاضطرابات الجوية كانت بأثر على السفن المحملة بالمواد الطاقية حالت دون إفراغها. ووزارة الانتقال الطاقي تؤكد أن الوضع بمحطة الوقود متحكم فيه ومستقر في هذه الظرفية الاستثنائية. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزين.ma وتطبيق ماي دوزين. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.